الرحمن الرحيم. ده فيديو مكنة المحمصة أو مكنة التحميص بتاع الفول السوداني والسمسم والمكسرات. تمام. المكنة زي ما حضراتكم شايفينها اهو من كل جنب من الجوانب. المكنة بتشتغل بالغاز عشان الشعلة الداخلية اهي. تمام. المكنة مستوردة صيني، وادي الأنبوبة اهي. طبعا الأنبوبة دي عشان الغاز، وده الموتور ده عشان الدوران. تمام. احنا بنعمل فيديو دلوقتي عشان بعض العملاء طلب مننا ان احنا نعمل فيديو للمكنه. شغل المكنه. تمام. شغل الشعله. هات حاجه الاول شغل بيها الشعله. هنوقف دقيقه واحده لما نشغل الشعله. هنا بقى هو بيظبط الايه الشعله. افتح تمام. تعالى اظبط بقى الشعله من هنا. لا اظبطها من هنا. ما هو لو بتحكم اهوت في الشعله من الجزء دوت. بس كفايه كده. تمام. ظبطنا الشعله. هنقفل الباب ده كده. قفلنا كده خلاص. تمام. ونبدا نحط الفول. حط الفول يا عادل. ماشي يلا. خلي ايدك ناحيه عشان ايوه الناحيه ايدك الشمال. ايوه تمام كده. حط حط. طبعا الكام واحده اللي بيتنطروا دول بنشيلهم وبنحطهم تاني في الايه في المحمص. مكنه ما شاء الله جميله جدا، صغيره مش كبيره. تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهو. نتشرف باستفساراتكم وتعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مكنة تحميص. ادي الغاز اهوت ده عشان الشعلة، وادي الموتور ده عشان الدوران. مكنة صيني شكلها جميل، محندقة صغيرة، ما بتاخدش كام بلاطة، حوالي بلاطتين اهوت او بلاطة ونص. يعتبر بلاطة ونص اللي هم 60 في 60 دولت. تمام. والعرض كده حوالي 3 بلاطات. بلاطتين واقفة، وبالجزء الامامي ده يعني حوالي 3 بلاطات. يعني ما تاخدش مساحة خالص في المكان. ما تاخدش مساحة خالص في المكان. ودي احنا بنحمص عليها فول سوداني اهو. الذهبي، اللون الذهبي، تحميصة الذهبي. طبعا شعلتها قوية جدا. تعالى شغل الشعلة كده. وريني الشعلة.